هاد اللحظة العالم شاف لاعب صغير كيبكي بحرقة، ولكن ما كانش عارف ان الدموع بالضبط غادي يكتبوا اول سطر في اسطورة خالدة. دموع خسارة؟ لا، كانت الشرارة اللي صنعت واحد من اعظم اللاعبين عبر التاريخ، كريستيانو رونالدو. في كأس العالم 2006 في ألمانيا، رونالدو الشاب كان هو النجم الصاعد في الربع النهائي ضد انجلترا. تسبب في طرد صاحبه في مانشستر وين روني، ودار ديك الغمزة الشهيرة اللي خلات الصحافة الإنجليزية كلها تهاجم وشكرا. ولكن الحلم ديال كريستيانو باش يوصل للنهائي كيصطدم بالصخرة الفرنسية بقيادة زين الدين زيدان في نصف النهائي. فرنسا ماركات بضربة جزاء، رونالدو تقاتل في ذاك الماتش باش يرجع البرتغال، ولكن بدون جدوى. مع الصافرة الأخيرة كريستيانو مقدرش يحبس دموعه وبكى بحرقة. هذه أول صدمة حقيقية لكريستيانو رونالدو في المونديال، حيت كان حاس باللي الجيل ديال لويس فيغو وديكو وآخرين كانوا قادرين يديو كأس العالم. رونالدو خسر الماتش وضيع جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة بسبب غمزة. واش كتشوف كريستيانو كان يستحق يوصل للنهائي في 2006؟ خليوا لي رأيكم في التعليقات إن شاء الله.